إن السيدة هيلاري كلينتون وهي تزور صقور مصر الروابض على حياضها وعلى أراضيها من السادة أعضاء المجلس العسكري الموقر في مصر، ثقي أيتها الهيلاري أنهم لن يسمحوا لك قيد أنملة باختراق، لأنهم يعلمون جيدا وهم أمناء على أمانة مصر ويحملون أمانة الأمة العربية، يعلمون تماما أن مصر لا يمكن أن تقع بين فكي رحى بين إسرائيل من الشرق وبين أمريكا أو الغرب من هنا في جهة الغرب في ليبيا. لن يسمح المجلس العسكري إطلاقا أن تحتل ليبيا أو أن يساعد من يطلقون عليهم ثوارا. ولقد كان القذافي قويا حينما حسم المعركة في خطوات متزنة، وتلك هي شيم القادة وهذه هي سمات العظماء. ولقد راهنت على هذا الموقف وقلت حينما أتيت إلى هنا، قلت إنني آت لأراهن على الفارس وعلى الرجل المغوار، وانتصر الفارس وارتفعت الراية. ودعوني أصدقكم القول إنني كنت قادم وفي جعبتي مبادرة للسلام وكنت أود أن أعرضها، لكنني وجدت إن ما يحدث عظيما عظيما. كذب الآلة الإعلامية الأمريكية، كذب الآلة الإعلامية قناة الجزيرة في قطر، كذب الآلة الإعلامية في قناة العربية، كذب الآلة الإعلامية في البي بي سي وعلى العديد من الآلات الإعلامية. هناك تغييب، هناك تغريب، هناك تكذيب، هناك ادعاءات غير عادية في اللعبة. ولقد أسعدني حينما التقيت هنا بصفوة من البشر، وأنا دوما أقول بأن الإنسان هو صانع التاريخ، أن الإنسان هو صانع الآلة، هو الصانع الأكبر على هذه الأرض بأمر من الله سبحانه وتعالى. وجدت كوكبة صغيرة لا تجلس في أروقة البنتاجون ولا تجلس في أروقة CIA ولا تعمل لحساب أحد إلا قضياتها بصدق. وجدت في مكتب العزيز علي الكيلاني أشياء عادية جدا، جالس بهدوء يقود معركة ويتحدى فرسان التكنولوجيا الكبرى، يتحدى الجزيرة بهدوء ومبتسم. تعجبت بهذه البساطة. ومعه الأستاذ العزيز صبر المبروك يتحدون الوقائع ويتحدون الكذب وينتصرون في معركة كاذبة قادتها الجزيرة على طريقة ماذا؟ لا أريد أن أدخل في الجراح. على طريقة أحمد سعيد في حرب 67 أسقطنا 4000 طيارة، أسقطنا 500 دبابة، وكانت الصورة غير ذلك. هذا ما تفعله الجزيرة اليوم، وأنا أقول لهم من هذا الموقع كذبتم وما كان ينبغي لكم أن تكذبوا وأنتم يقال عنكم كبارا. كذبتم وما كان لكم أن تكذبوا وأنتم تدعون أنكم تخوضون مرحلة إعلامية. صبيان حدث ليست لديهم تكنولوجيا عالمية عصرية كتلك الآلة والترسانة الإعلامية التي تدعونها. أعتقد أن الليلة كانت حاسمة في تكذيبكم، فما يمكن أن تنتصر. وانتصر القائد ودحرتم للأسف الشديد. هذه الحقيقة ستأسفون عليها كثيرا. تفضلي. طبعا أستاذ أنيس، هو من الطرائف الجزيرة اليوم أنهم نعم. أشاروا أو قاموا بنشر خبر أن القائد توفى. الجزيرة أو العربية، أنا لا أتابع هذين القناتين نعم. بصراحة، في حين أن القائد خرج. يعني كانوا في ناس يهللوا في مصراتة ويقولوا القائد مات، القائد نعم. مات، وكذلك في بنغازي بعض من الشرادم كذلك والمرتزقة. ولكن القائد كان قبل دقائق طال علينا في. أنا جاي من عند القائد دلوقتي. نعم. لكن دعيني من ده بغض النظر عن الكلام الشخصي. أنا عايز أقول حاجة لا يستطيع أن يفعلها إلا جمال عبد الناصر وتيتي جيفارا والعقيد القذافي. نعم. منذ يومين وأنا كنت عامل غياب من القنوات الفضائية عندكم، مشغول بأمور خاصة، كنت ذهبت إلى الساحة الخضراء. نعم. فما إن رآني الناس يا أستاذتي العزيزة، أنا أمشي في الشارع لا أستطيع أن أمشي في الشارع. الناس تتوقف السيارات لأنيس الدغيدي وليس لمعمر القذافي. أتدرين لماذا؟ لأنهم يعشقون القذافي.
نعم. وأنا حين أدافع عن الرجل هم لا يتحدثون، لا يريدون أن يتحدثوا لشخص أنيس، إنما هذا الولد الذي يتحدث عن ذاك البطل إذا فهو يحبه، فنحن نحبه لأنه يحب ذاك. فلا أستطيع أن أمشي في الشارع، يتكاثروا علي، تتوقف السيارات، أطفال، بنات، أمهات، رجال، صغار، عواجيز، شيوخ، جميع الطوائف تتوقف، تنزل لتصافحني، يهرولون نحوي، يجرون. ما هذا الذي يحدث؟ ذهبت حضرتك إلى الساحة الخضراء يومين فاختطفوني ووضعوني على المنصة وأمسكوني بالمايك، وفجأة وجدتني أتحدث فيهم. نعم. في أعلى كان يقف معمر القذافي عاري الصدر والوجه، لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك مطلقا إطلاقا. لم نرى زين العابدين في أزمته إلا في قمقم، ولم نرى المأسوف عليه وغير المأسوف عليه مبارك في أزمته أيضا إلا في القمقم. معمر القذافي وهم قبلها قالوا إيه؟ ماذا قال؟ انظري، قالوا معمر القذافي في فنزويلا. نعم. ظهر الرجل وكذبه. بعد ذلك قالوا ابنته في مالطا، ظهرت الدكتورة الموقرة عائشة القذافي وكذبت ذلك بإيجاز. كيف يقف أحد عار الصدر بين شعبه في أزمة مثل هذه إلا رجل يثق تمام الثقة في رجاله، في محبيه، في شعبه. أنا الآن لا أستطيع أن أمشي في الشارع من فرط هذه الحشود الهائلة التي تهتف للرجل صباح مساء. فهذا القذافي اشترى كل البلد، يبقى شيء رائع. بمناسبة أن هل القذافي اشترى